بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهارده على أهم أسباب الرائحة الكريهة للفم. الحقيقة أحيانا بعض الأمهات بتشتكي إن في ريحة كريهة للفم لأطفالهم، خاصة في الأطفال. هو الحقيقة الأسباب دي في الأطفال وفي الكبار بيبقى ليها علاقة يا إما مشاكل في الفم والحلق، زي التهابات متكررة في اللوزتين، بتبقى ساعتها اللوز محتاجة تتعمل، يبقى الميكروب دايما ما بيموتش وبيعمل ريحة كريهة، وغالبا بتبقى من اللوز. او في مشاكل في اللثة او الاسنان، تسوس الاسنان، التهابات في اللثة متكررة، او ممكن يبقى بقى لو هو عنده برد او ما عندوش برد في ريحة كريهة في الفم. ممكن نفكر في المعدة تكون مفهونة من البطن، فنعمل بقى تحليلات البراز العادية، الديدان والأميبا والجارديزس والجارديا وأنواع الطفيليات والديدان بتعمل سوء هضم وتعمل هذه الرائحة الكريهة اللي ممكن تيجي للفم. طبعا بنشوف المنطقة دي، بنشوف أسباب، هل يعني موضعيا نبص على الفم والأسنان واللثة والحلق، وممكن احيانا بيبقى من التهابات الجيوب الانفيه برضو، بالبلغم اللي بينزل من ورا ده من فتحه الانف الخلفيه تنزل على اللوز تعمل المشاكل دي. فبنشوف المناطق دي كلها وبنعمل تحاليل، لو لقينا المناطق دي ما فيهاش حاجه او ما فيهاش التهابات شديده او مش شايفين ان هو ده السبب الرئيسي، بنبدا نشوف، نعمل تحليل براز نطمن على الطفل ايه اللي عامل مشاكل في المنطقه دي، وهل هو المشاكل دي من المعدة ولا لا. طبعا علاج السبب، يعني ايا كان السبب احنا ما بنقعدش ندي يعني حاجات تخلي اللي هو اللبان النعناع والحاجات اللي تخلي ريحة البق كويسة ونسيب السبب. لازم نعالج السبب، ايا كان السبب بنعالجه. لو ديدان او طفيليات بندي ليها علاج، لو في التهابات متكررة في الحلق واللوز بنشيلها، لو في مشاكل في الجيوب الانفية بنعالجها، وهكذا. أتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهارده على أهم أسباب الرائحة الكريهة للفم. الحقيقة أحيانا بعض الأمهات بتشتكي إن في ريحة كريهة للفم لأطفالهم، خاصة في الأطفال. هو الحقيقة الأسباب دي في الأطفال وفي الكبار بيبقى ليها علاقة يا إما مشاكل في الفم والحلق، زي التهابات متكررة في اللوزتين، بتبقى ساعتها اللوز محتاجة تتعمل، يبقى الميكروب دايما ما بيموتش وبيعمل ريحة كريهة، وغالبا بتبقى من اللوز. او في مشاكل في اللثة او الاسنان، تسوس الاسنان، التهابات في اللثة متكررة، او ممكن يبقى بقى لو هو عنده برد او ما عندوش برد في ريحة كريهة في الفم. ممكن نفكر في المعدة تكون مفهونة من البطن، فنعمل بقى تحليلات البراز العادية، الديدان والأميبا والجارديزس والجارديا وأنواع الطفيليات والديدان بتعمل سوء هضم وتعمل هذه الرائحة الكريهة اللي ممكن تيجي للفم. طبعا بنشوف المنطقة دي، بنشوف أسباب، هل يعني موضعيا نبص على الفم والأسنان واللثة والحلق، وممكن احيانا بيبقى من التهابات الجيوب الانفيه برضو، بالبلغم اللي بينزل من ورا ده من فتحه الانف الخلفيه تنزل على اللوز تعمل المشاكل دي. فبنشوف المناطق دي كلها وبنعمل تحاليل، لو لقينا المناطق دي ما فيهاش حاجه او ما فيهاش التهابات شديده او مش شايفين ان هو ده السبب الرئيسي، بنبدا نشوف، نعمل تحليل براز نطمن على الطفل ايه اللي عامل مشاكل في المنطقه دي، وهل هو المشاكل دي من المعدة ولا لا. طبعا علاج السبب، يعني ايا كان السبب احنا ما بنقعدش ندي يعني حاجات تخلي اللي هو اللبان النعناع والحاجات اللي تخلي ريحة البق كويسة ونسيب السبب. لازم نعالج السبب، ايا كان السبب بنعالجه. لو ديدان او طفيليات بندي ليها علاج، لو في التهابات متكررة في الحلق واللوز بنشيلها، لو في مشاكل في الجيوب الانفية بنعالجها، وهكذا. أتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.